اهلا بيكم وصفحه جديده من صفحات الكتالوج. الحقيقه هم بنحبهم وزوجاتنا وبناتنا وامهاتنا واصحابنا وكل حاجه. انا مشكلتي بس معاهم في السواقه. بعرف ان اللي بتسوق دي واحده ست عن بعد، فبقرر ابعد عنها، هي اللي بتقرر تيجي وتكسر عليا. طب ده انا بعرف ان اللي راكنه العربيه دي واحده ست من ركنتها. انا قلت 100 مره الستات كلها ما بتعرفش تسوق. الو، معانا اتصال تليفوني. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. ايوه يا فندم، هي الستات كلها بصراحه ما بتعرفش تسوق. ايه، الرجاله كلها عينيها زايغه؟ هي قفلت في وشي ولا الاتصال اللي اتقطع؟ هو معقول يعني ان الستات كلها ما بتعرفش تسوق؟ كل الستات حرفيا بمعنى الكلمه ما بتعرفش تسوق، وكل الرجاله عينيها زايغه؟ مفيش يعني راجل عدل؟ وانت بقى كل حياتك وحشه ما فيهاش ولا يوم حلو، وانتي كل حياتك فاشله عمرك ما نجحتي؟ دي بقى اللي اسمها التعميمات. من ضمن التعميمات كمان انك لما تتخانق مع مديرك في الشغل فيجي زميلك في المكتب يقول لك على فكره ما هو كل المديرين كده، كل المديرين كده، وانت كمان. انت ممكن ابنك لو غلط في عمليه حسابيه واحده من ضمن 10 عمليات حسابيه تقولي له انت وحش وتعممي عليه الوحاشه في حياته كلها. استخدام التعميمات في حياتنا من اخطر الطرق اللي نوصف بيها مواقف بتمر بينا في حياتنا. وليه اخترت كلمه انها خطيره؟ لانه دايما التعميم ده بيدخل لعقلنا اللاواعي، عقلنا اللاواعي بيصدقه ويبدا يتعامل معانا من خلال التعميم ده. يعني مثلا اول ما نقرر ان الستات كلها ما بتعرفش تسوق وعقلنا يصدق القرار ده، هيخليك وانت ماشي بالعربيه تبدا تتوتر من اي واحده سايقه جنبك. ده ممكن يخليك تاخد قرار غلط ولا قدر الله تعمل حادثه بدون داعي. وممكن جدا كمان لما تبداي تقرري ان كل الرجاله عينيها زايغه يوصلك انك تبداي تفتشي في كل حاجه خاصه بجوزك بشكل هستيري ومرضي، وينهي علاقه حلوه نتيجه انك صدقتي ان كل الرجاله عينيها زايغه. ولو فضلت مفكر ان كل حياتك وحشه عمرك في حياتك ما هتشوف يوم حلو. ولو خليتي ابنك يصدق انه فاشل عمره في حياته ما هينجح نتيجه انك عممتي على حياته كلها الفشل. تاني حاجه، اي حدث بنمر بيه وبيدخل دماغنا بيتعرض لثلاث عمليات سلبيين شويه: التعميم والحذف والتشويه. علشان كده هو التعميم من ضمن الحاجات السلبيه اللي بتغير شكل الموقف جوه دماغنا، وده بيخلي المخ مش قادر ياخد قرار مظبوط هو يعمل ايه. هنعمل ايه بقى في موضوع التعميمات ده؟ هو بصراحه ملهوش برشامه ناخدها نبطل تعميم، ولكن احنا محتاجين ندرب نفسنا ان احنا نقلل من التعميمات شويه. يعني انت ما شفتش كل الستات اللي في العالم ولقيتهم ما بيعرفوش يسوقوا واختبرتهم فقررت ان كل الستات ما بتعرفش تسوق، وانت كمان ما شفتيش كل الرجاله اللي في العالم علشان تقرري ان كل الرجاله عينيها زايغه. فبالتالي محتاجين ندرب نفسنا شويه اننا نقلل من التعميمات. فمش كل الستات ما بتعرفش تسوق ومش كل الرجاله عينيها زايغه. واشوفكم مره تاني من الكتالوج. كنترول هو ممكن بس حد يعرف لي من رقم اللي اتصلت من شويه نوع عربيتها او اسمها؟ اصل بصراحه صوتها مش غريب عليا.